ما سمعت عن الحكاية المرعبة بتاعت إيميليا ملكة جمال ألمانيا؟ جمد قلبك واسمع لحد الآخر. قبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو وتابعني وصلي على النبي. إيميليا وهي عندها 23 سنة كانت أيقونة جمال، كل الصحافة بتتكلم عنها، وفازت أكتر من مرة بلقب ملكة جمال ألمانيا. جمالها كان يخلي أي حد يشوفها يقع في غرامها على طول، لكن فجأة شكلها بدأ يتغير بطريقة مرعبة. شعرها يقع، وشها يكرمش، العظم بارز كأنها ست عندها 150 سنة، والصوت بتاعها نفسه بقى خشن بطريقة تخوف. الصحف كلها بدأت تسأل ايه اللي حصل لملكة الجمال، ومفيش دكتور قدر يفسر حالتها، لكن يوم موتها كان أبشع من كل اللي فات. الخدامة بتقول إنها سمعت صوت إيميليا وهي بتزعق جوه أوضتها كأنها بتتخانق مع حد. جريت على الباب، لسه الصوت مسموع، لكن أول ما دخلت لقيتها مرمية على الأرض وكمية حشرات بتخرج من ودنها، والأبشع وشها كان من غير عيون كأنها مش بشر. الطب الشرعي لما كشف عليها كتب في التقرير انها ماتت بسبب حاجة خارقة للطبيعة. لقوا جزء من مخها متآكل وعليه اثار اسنان بشرية، وعينيها كانت متشالة من مكانها. والمرعب اكتر انهم لما حطوا جثتها في المشرحة، موظف الامن سمع صوت خربشة جاي من التلاجة. راحوا فتحوا لقوا جثتها مليانة ملايين من الحشرات مغطية جسمها كله إلا وشها. والمفاجأة إن عينيها اللي كانت متشالة رجعت، بس بلون أبيض، وهي مفتوحة وبصة فيهم مباشرة. الصحف وقتها نشرت اعتراف خطير من صاحبتها جريتا، اللي قالت إن إيميليا كانت بتستخدم المراية عشان تتواصل مع قوة شيطانية، وإنها كانت بتدور على أطفال تقدمهم كقربان عشان تفضل جميلة طول عمرها. الغريب بعد التقرير ده ما اتنشر، البنت اختفت، والضابط اللي كان ماسك القضية اتجنن وقتل مراته وعياله. وبعدها الموضوع كله اتقفل ومحدش اتكلم عنه تاني. السؤال هنا، هل إيميليا كانت ضحية مرض غامض، ولا فعلا باعت روحها للشيطان عشان الجمال والخلود؟ لو وصلت لحد هنا اعمل لايك للفيديو وتابعني علشان يوصلك الأغرب والأرعب، وخليك دايما فاكر الرعب الحقيقي لسه ما بدأش، الرعب لسه هيبتدي.